لو انت صاحب حق او مظلمة، تعال اسمع القصة دي. في يوم من الايام سيدنا موسى حب يعرف ربنا سبحانه وتعالى بينام ولا لا، وبدأ يسأل ربنا ويقول له: يا رب، انت مش بتنام؟ ربنا تعجب جدا من السؤال ده وقال له: يا موسى، لو كنت عايز تعرف اجابة السؤال ده اذهب للجبلين. ربنا اوحاله مكان الجبلين، وفعلا راح سيدنا موسى ووقف ما بين الجبلين. وبعدين بعد الجبل بشوية كان في بير فيه مية، ولحظة فات شاب طويل عريض وشرب من المية. وهو بيشرب من البير وقعت منه فلوس كتير، وخلص شرب المية ومشى من غير ما ياخد باله ان الفلوس وقعت. وبعد كده فات طفل صغير من جنب البير، شاف الفلوس اللي كانت واقعة، أخدها وجرى بسرعة. وبعدها بلحظات فات راجل عجوز كبير، شرب برضو من نفس البير وسند ظهره عليه. شوية رجع الشاب اللي وقعت منه الفلوس، ولما رجع لقى الراجل العجوز. قال له: انت اللي اخدت الفلوس؟ قال له: لا، انا ما اخدتش حاجة. وكل ده وسيدنا موسى شايف كل اللي بيحصل. والشاب من كتر تهوره قتل الراجل العجوز. سيدنا موسى ساعتها اتفزع وقال بصوت عالي: يا رب، حصلت مظلمة في الأرض. الطفل الصغير هو اللي أخد الفلوس، والراجل العجوز مات مظلوم. رد سبحانه وتعالى: يا سيدنا موسى، الفلوس اللي وقعت من الشاب كان سرقها من أبو الطفل الصغير، ورجع الحق لأصحابه في الدنيا. يا موسى، الراجل العجوز ده كان قاتل أبو الشاب، والشاب ساعتها كان طفل صغير، ورجع الحق لأصحابه. عرفت يا موسى ينفع أنام أو أغفل ولا لأ؟ ساعتها سيدنا موسى سجد واستغفر ربنا. لو انت صاحب حق أو مظلوم من حد، سيب حقك واتفرج على ربنا وهو بياخد لك حقك. حقك هيرجع لك، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيمهل الظالم يوم واتنين وعشرة، وفجأة بيتدخل القدر ويرجع الحقوق تاني، وبياخد كل واحد حقه. حقك هيجي لغاية عندك من غير ما تتعب. سبحانه وتعالى هيرد لك مظلمتك. بس يا بخت اللي يعرف يصبر على حقه لغاية ما ربنا ينصره. اتعلموا الصبر لما حد يجي يظلمكم.